مقدمة ذكرتها حتى تعرف السؤال. السؤال السائل خوش سؤال سأل، قيل يا نبي الله أين كانت فاطمة؟ خب هذا السؤال الجواب ماذا يأتي؟ بعد احنا بينا الجواب. ما هو الجواب؟ الجواب أن السؤال بأين مرتبط بماذا؟ مرتبط بالأمر المادي، واحنا نتكلم عن وجود الزهراء بوجودها المادي لو بوجودها ما وراء المادة. إذا لا معنى لأن يقال أنها كانت في المكان الكذائي. لذا الإمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال كانت في حقة تحت ساق العرش. هسه العرش ما هو؟ هذا هم له حديث واقعا في محله لا يبد أن يبحث، ولكن يكفي أن تعلم أن العرش هذا قيمته وهذا ميزانه ودرجته الوجودية. خلي ذهنك يمي. وهو سئل الإمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أو الإمام الصادق، الآن مو بذهني، قيل له يا ابن رسول الله الآية عندما قالت وسع كرسيه السماوات والأرض ما الكرسي؟ قال ما السماوات والأرض إلا في الكرسي كدرهم في الفلات. هسه هذا الكرسي ما هو حقيقته؟ له حديث آخر في رواياتنا أنه علم الله، يقول ما السماوات والأرضين في الكرسي إلا ماذا؟ إلا كدرهم في فلات في صحراء. ثم سئل قيل يا رسول الله ما نسبة الكرسي إلى العرش؟ قال كالدرهم في الفلات. إذا أردت أن تعرف قيمة العرش فاعلم قيمة ماذا؟ قيمة. هسه الآن الزهراء سلام الله عليها الرواية تقول مرتبتها وين كان؟ في الكرسي لو في العرش؟ مرتبط بالعرش، وأكثر من هذا ما أستطيع بعد أن أقف. قيل يا نبي الله، قالوا يا نبي الله فما كان طعامها؟ خب إذا كانت موجودة في النتيجة كل موجود يبقى حيا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ما يديم عليه الوجود. بماذا كان يدام وجودها ويستمر وجودها؟ قال التسبيح والتقديس والتهليل والتحميد، هذا كان طعامها. لا تستغرب وإلا تستغرب، واقعا لا تستغرب. لماذا؟ لأنه أنت تتصور عندما دائما نقول طعام، دائما الطعام لابد أن يكون ماذا؟ مادي. أبدا، للجسم أنت تحتاج إلى ماذا؟ إلى طعام مادي. أما للروح أيضا تحتاج إلى طعام مادي أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. كما أن القرآن غذاء ماذا؟ غذاء الروح، واقعا غذاء الروح، واقعا شفاء لما في الصدور. القرآن شفاء لو مو شفاء؟ شفاء لأي شيء؟ فقط للبدن؟ لو شفاء للبدن والروح معا، أي منهما؟ شفاء لهما معا. إذن لكل، وهذا خير شاهد أن وجودها في ذلك العالم كان وجود مادي أو وجود غير مادي؟ لم يكن وجودا ماديا بل كان وجودا غير مادي. قيل يا نبي الله فما كان طعامها؟ قال التسبيح والتقديس والتهليل والتحميد. فلما خلق الله عز وجل آدم وأخرجني من صلبه، وأحب الله عز وجل أن يخرجها من صلبي، جعلها تفاحة في الجنة وأتاني بها